لو كل يوم عملنا فيديو عن الشغل وسوق العمل في مصر عادي الموضوع يسمح. احنا عندنا طبع في مصر، احنا واحنا شغالين بنفضل ندور على شغل، عشان كده تلاقينا كلنا طول الوقت بندور على شغل. تقول له انت فين دلوقتي، يقولك شغال كده لحد ما الاقي شغل. حاجه كده زي ما يكون راجل متجوز ومخلف معاه عيلين ويقول لك ربنا يرزقني ببنت الحلال. نفسي استقر والله. فانا لقيت اعلان وظايف البريد، بس عشان في خبره طويله مع الاعلانات ومع التقديم فالاعلان ما كانش مريح. يعني الشروط اللي مكتوبه والراجل اللي كاتب الاعلان طيب قوي، واحد على سرير الموت وهيقابل ربنا، فالدنيا فانيه. اللي هو ايه التخصصات المطلوبه؟ قال لك كل التخصصات. ايه المحافظات المطلوبه؟ قال لك كل المحافظات. كلهم اهلنا، واقف بفرش برتقان في السوق، اي حد فاهم. طب ايه الاعمار المطلوبه؟ قال لك كل الاعمار. هناخد الاطفال وحديث الولاده، هندخلهم البريد كيدز، هينقلوا بامبرز، يعملوا اي حاجه. الدنيا فانيه بقول لك. فالموضوع ما كانش مريح، بس قلت حاجه هتبقى تبع البريد ممكن تبقى فيها ميزات حكوميه، وان فتك المير يتمرمغ في ترابه وكل الحاجات اللي توسخ الهدوم دي. فاتصلت اعرف ايه التفاصيل، فقال لا لازم تيجي بالسي في لغايه المكان وهناك بقى تسال اللي انت عايزه. طب حضرتك لا لازم تيجي بالسي في هناك بقى تعرف. فعرفت المكان وانا في المواصلات بسمع اغاني معايا الهاند فري. نزلت من المواصلات وداخل على المكان اللي فيه التقديم، وانا عندي ام كلثوم وعمرو دياب وحمزه نمره واصاله، بحب اسمع التترات بتاعت المسلسلات القديمه. وانا داخل على المكان خلاص، ودي كانت اشاره من كل التشكيله دي. ايه الاغنيه اللي اشتغلت؟ مين اللي قال الدنيا دي وصية فيها عبيد مناكيد وفيها السير؟ سوانا رب الناس سواسية، لحد فينا يزيد ولا يخسر. مين اللي قال الدنيا دي وصية فيها عبيد مناكيد وفيها السير؟ الدنيا دي وصية وفيها عبيد. يا الله، شايف موظفين مربوطين في شجر وبيتجلدوا عريانين قدامي. بداية مبشرة. فأنا قلت مش أغنية يعني اللي هتخليني أرجع، يعني دي ممكن تكون صدفة. وطلعت المكان، هو في عمارة في الدور الأول، والدور بيبقى فيه كذا شقة. وأنا طالع على السلم شامم ريحة عسلية بتتعمل. أنا جاي أقدم في البريد. إيه اللي جاب وزارة التموين؟ اختصاصات الحكومة دخلت في بعض ليه؟ فقلت برضو مش الريحة هي اللي هتخليني أرجع، ممكن تكون صدفة. دخلت بقى وأنا في بالي إن ده إعلان في البريد، يعني هتلاقي مصر كلها واقفة هناك. دخلت الشقة فاضية ما فيهاش حد، شقة كبيرة، وفي الآخر خالص في بنت على مكتب قاعدة على اللابتوب، بس شكلها متضايقة مخنوقة، سايبينها هنا لوحدها من التسعينات، قاعدة مستنية علامات الساعة الكبرى عشان القيامة تقوم ونخلص. وانا داخل بحاول اعمل اي صوت عشان احسسها ان في حد، وهي ولا هنا، بكح بقرب ولا حاسة باي حاجة. رد فعلها معايا حسسني ان لو في حرامي وهي قاعدة على اللابتوب هتبقى قاعدة كده والحرامي هيدخل هتبص له حرامي اقفل الباب وراك لو سمحت. المهم دخلت لها بقول انا كنت مقدم ومتكلم في التليفون مستني بقى يحصل انترفيو وبتاع. هي قاعده على مكتب وعندها كرسي، ومفيش كرسي للي قاعد قدامها اللي هيعمل معاها الانترفيو. يعني هي قاعده وانا واقف. ده انا لو مقدم في اسطبل هيحترموني ويحطوا كرسي عشان اعمل مقابله. قالت لي هات السي في. اديت لها السي في. استني بقى الاسئله، اشتغلت فين قبل كده، شايف نفسك فين كمان 5 رمضانات والحاجات دي. هي خدت السي في قالت لي عايز تشتغل مندوب ولا اداري؟ ايه ده خلاص كده اشتغلت خلاص؟ ايه السهوله دي؟ في حد هينزل قدامي في انتخابات رئيس هيئه البريد ولا هاخدها بالتزكيه؟ ده انتوا ناس جمال جدا. فبقول لها ايه الفرق يعني المندوب والاداري؟ قالت لي الاداري اللي زي كده على مكتب في فرع او في حته وعلى الجهاز الكمبيوتر، المندوب بقى اللي هو بياخد الطرود وبياخد الجوابات وبيلف بيها على العملاء وبتاع. قلت لها لا خلاص خلينا اداري. قالت لي لا ما انصحكش. ليه يا متفائله؟ قالت لي بص كده. فلفيت عند اللابتوب عندها مقدمين ناس كتير. قالت لي بص ناس كتير قوي فانت فرصتك هتبقى قليله، خليك مندوب احسن. فقلت لها يعني انا مؤهل وتعبنا وطلع عينينا في التعليم وبتاع. بصيت لي كده قالت لي انا بكالوريوس هندسه واللابتوب ده مش بتاع الشغل، ده بتاعي تمام. اللي هو ثانيه كمان وهتقول لي وانا مش طايقه امك من وقت ما دخلت، اطلع بره. لا فقلت لها بكالوريوس هندسه. قالت لي اه هندسه ديكور، ما عنديش شغل كتير بيجي لي
عايزه شغل ثابت، عايزه مرتب ثابت، فنزلت هنا اي حاجه. طب وساكته ليه؟ قومي نطي من البلكونه، ولا احنا الدور الاول مش هيحصل لك حاجه؟ بص انت اشنقي نفسك وانت ماسكه اللابتوب كده، والله يبقى شكلك قمر. اشنقه كده وماسكه اللابتوب، يعني يمكن رسالتك توصل. قلت لها طيب هو في فرق بين المندوب والاداري في المرتب؟ قالت لي لا الاتنين زي بعض. قلت لها كام المرتب؟ قالت لي 2500. ما قلتيش كام المرتب؟ قالت لي 2500 بس ده مش دلوقتي. ايوه كده يا شيخه قلقتيني. قالت لي ده في شهر 6 ان شاء الله، لما نبقى نفرز السيفيهات ونبقى نكلم الناس في شهر 6 2500 هركب بيهم المنشيه اصلا. قالت لي وكده كده هنستنى علشان المديره في المكتب حامل وهتولد على شهر 6. انت بتقولي ايه؟ يعني الموضوع كله غلط. انا عايز اقرب من وشها، اشد وشها ان ممكن ده يكون قناع، اشده ان ده رامز جلال. تعملوا رامز في البريد تشتغلونا؟ مش هتبطلوا بقى المقالب دي؟ هتموتوا الناس بالمرتبات دي والله. بس لقيتها بتتكلم بجد، فقلت لها طب خلاص انا جيت كده كده قدمي لي في الاثنين. طلعت وانا متضايق عايز اعمل اي حاجه، بس حتى لو كسرت المكان هي اصلا مخنوقه من حياتها عايزه تموت. يعني هتقولي لو هتوقع السقف خليني تحت حته كده ايه فيها خرسانه بحيث تنزل في نص دماغي عشان اخلص. بس انا طالع ولسه في دماغي موضوع العسليه، لغايه ما حكيت لواحد صاحبي وقال لي التفسير. قال لي ده علشان لما تبقى بتوزع الجوابات وترجع يدوك عسليه حافز بونص، اللي هو خد دي علشان انت وديت الحاجه، ولو خلصت التارجت هنديك من ام سمسم اللي بتحبها. احنا عملنا مكان للوظائف بتاعه التكنولوجيا والحاجات بتاعه الاتصالات والحاجات المتطوره، سميناه القريه الذكيه. نعمل مكان للوظائف اللي زي دي، تبقى القريه الغبيه، عشان اللي يبقى رايح يبقى عارف. نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.